اعظم واهم واوفى الاصدقاء الكتاب. مش هتيجي تكلمه ويقول لك لا والله مش فاضي مش بيفتح، مش هينفع، مش هيجي يغلط فيك مره، بالذات بقى لما يبقى كتب اللي فيها الخير والفوائد. هتلاقي نفسك بتجالس الصحابه وبتجالس النبي صلى الله عليه وسلم وبتجالس التابعين وبتكتسب خبرات واعمار وثواب وحسنات. ارجو ان احنا نتمرن على القراءه. الناس اللي ضعيفه في القراءه اتمرن على القراءه. انا عارف ان في ناس كتير جدا دلوقتي حياتها مش قراءه، بقت سماع. انا اسف، لو انا قعدت 20 سنه جهدي في العلم ان انا اسمع 3 دقايق في 5 دقايق في 7 دقايق في 10 دقايق في 3 دقايق في 7 دقايق، مفيش منهج في دقايق. بعد 20 سنه هبقى سمعت حاجات كتير، انا مدرك ده، بس تقدر تقولي ان انت بعد 20 سنه هتكون كونت صوره عن دينك؟ انت بتتفرج على فيديوهات عشوائيه يعني مفيش منهجيه. فحتى لو انت مش مميز ابدا. ابن الجوزي كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول لك ايه؟ اذا وجدت كتابا جديدا فكاني وقعت على كنز. وايضا سبحان الله زوجة الامام الزهري كانت تشتكي انشغال زوجها دايما بالكتب، فكانت بتقول ايه؟ والله ان هذه الكتب اشد علي من 3 ضرائر. يمكن انا عايز انصح دلوقتي بكتابين مهمين ان احنا نطلع عليهم. الكتاب ده يحببك في القراءة. في كتاب اسمه عاشق للشيخ عائض القرني، كتاب جميل جدا. ايه الكتاب التاني؟ كتاب يخليك تعرف تقرأ وتستفيد فايدة كويسة. الكتاب بعنوان كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد صالح المنجد، مختصر وصغير جدا ولكن يعني مليء بالفوائد. فيعني احرصوا على ان انتوا تقتنوا وتقرأوا الكتابين دول.